السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين؟ انا عاملة جولة داخل جامع الحسين بعد التجديدات الاخيرة. الجامع زي ما انتم شايفين فيه تجديدات في الجامع وجوه الجامع والحتة اللي حواليه كلها. المنطقة الساحة اللي كانت قدامه، المنطقة دي كانت جنينة كده ومقف صغيرة وكان حواليها الناس بتقعد. طبعا كل ده اتشال واتجدد بالكامل. عملوا المنطقة كلها اللي أمام الجامع بالرخام، الساحة دي بقت بالرخام وقفلوا حواليها بالحديد. بقت المنطقة كلها محاطة بالحديد زي ما انتوا شايفين. بصوا الحديد حواليها من كل اتجاه، والفندق اللي في الوش ده اتجدد، وكل المناطق اللي حوالين الجامع اتجددت المباني، والجامع من نفسه اتجدد من بره ومن جوه. برضو داخل الجامع فيه تجديدات كتير. كان يوم الجمعة ورحت انا واولادي زورنا الجامع بس، وزورنا الاماكن اللي حواليه. بس اللي بيصور ده ابني طبعا، عشان عندي الرجالة هو اللي كان معاه التليفون وقام بمهمة التصوير. الجامع من الداخل فيه تجديدات كتير واضحة. في ناس كتير مزارتش الحسين تتمنى ان هي تزوره. انا واحدة من الناس بحب ازوره كل فترة، وبحب ادخل خان الخليل، وبحب ادخل باب الخلق، وبحب في ناس بتبقى قاعدة بتعمل الريحة مركزة كده، وبحب اعمل الريحة هناك، بختار كذا نوع وبعمله. وبحب اشتري حاجات من هناك، واولادي بيحبوا يشتروا شوية طلبات كده من حواليه. وبنكمل اليوم طبعا بغدوة هناك في حوالين الحسين، وبعدين بنرجع. بيبقى يوم جميل. هندخل كمان عند المقام. الجامع بجد شكله روعة، كل حاجة فيه جديدة وشكله جميل. طبعا يوم الجمعة دلوقتي بقت بتدخل ناس وعدد معين كده، وبعدين بيقفلوا، الناس اللي بعد كده بتصلي في الساحة برا. احنا دلوقتي كده داخلين على المقام. كده ده دخلت المقام. برضو ابني اللي بيصور، انا الناحية التانية قصادهم، يعني انا شايفاهم. الناس كلها حوالين المقام بتدعي، بيملسوا عليه هو بايديهم ويدعوا، كل واحد بيدعي دعوة من قلبه. ودلوقتي كان في واحد بينشد، هم كانوا بيردوا وراه ويرددوا وراه. نرجع ورا. الله الله. من الشهداء، يعتبر سيد الشهداء. الشكل اللي حوالين المقام فيه تجديدات، والشكل بجد روعة. الجامع من جوه جميل جدا، ومن بره بقى تحفة. كل الناس بتدعي من قلبها، وانا كمان كنت بدعي انا وبنتي. وكان هنا ابني، اولادي الاتنين وزوجي كانوا الناحية دي بيدعوا برضو. والمقام بجد صوروه من جوه شكله جميل، من داخل المقام كمان. يعني ابني جاب المقام من جوه، لو تشوفوا هو مركز على كل مكان فيه. كان نفسه يصوره بقاله كتير، كنا بنزوره ما كناش بنصور. بصوا ده داخل جوه المقام نفسه. ادي المقام جوه اهو، الاخضر ده بتاع سيدنا الحسين. ربنا يرحمه ويرحمنا كلنا يا رب العالمين، ويجعلنا يا رب من الناس اللي تبقى في الجنة ان شاء الله، جنة الخلد. المقام من جوه طبعا دي تبرعات الناس بتحطها من المكان ده، بيمدوا ايديهم ويحطوها، دي تبرعات.
بتحسي براحة نفسية كده وانتي جنبيه بجد، والروائح جميلة، ريحة المسك قلبة الدنيا. تحس ان في ريحة جميلة جدا وانتي جوه الجامع، وبالذات عند المقام في ريحة جميلة جدا جدا. ريحة المسك بتبقى فواحة قوي. كل الناس بتدعي من قلبها وبتتمنى من ربنا طبعا انه يستجاب ليها، وهم موجودين جنب المقام بتاع سيدي الحسين، سيدنا الحسين. شكله جميل بجد، مكتوب عليه الإمام الحسين، وفي الناحية التانية سيد الشهداء. بعد كده دخلت باب الخلق. أنا طبعا بدخل باب الخلق وبدخل خان الخليلي. بنحب نجيب شوية حاجات كده من الجميل اللي بتبقى موجودة فيه. الشارع ده فيه لبس كتير وفيه أدوات منزلية، وكل ما انت يعني اكترية الحاجة اللي بتحتاجيها بتبقى موجودة فيه. الاسعار يعني معقولة، زادت شوية بس معقولة. بس هي مش موجود لبس خروج الا بسيط، هو اللبس البيتي هو اللي كتير، والحاجات اللي بتحتاجيها للملايات وبطاطين، وده في الحاجات ديت كتير برضو. الشارع كان رايق. انا تملي ما بروح بصراحة مش بلاقيه زحمة، هو بيبقى زحمة بس لما بتروحي في رمضان، بالذات وقت الايام بتاع ليلة القدر اللي بيبقى متوقع فيها ليلة القدر، ويوم 27 ده بيبقى زحمة الحسين جدا. بروح برضو، بحب اوقات اروح يوم 27 واحضره هناك، وفي اوقات مش بروح صراحة حسب الظروف. اولادي كانوا فرحانين جدا وشكرونا على اليوم دوت بجد، بيقولوا لي احنا حسينا بسعادة كبيرة بزيارة الحسين والمناطق اللي حواليه. واشتروا بعض الحاجات طبعا، وجابوا سلاسل وجابوا انسيالات وحاجات كده وسبح، وجبنا ريحة. طبعا قعدنا عند الراجل كده شوية وطلبنا كام نوع كده وكام اسم ريحة، عملها لنا مخصوص كده ومركزة. وانا اشتريت برضو من الشارع حاجات كده، شوية حاجات لبس وحاجات. انا بدعي لاي حد ان هو بدعي اي حد ان يروح يزور بجد الحسين، هيبقى يوم جميل وهيفرح بجد. وباي باي يا احلى مشاهدين في الدنيا دي كلها، مع السلامة.